رايح فين؟ نظافة. عندي أمر نظافة جوه. تمام يا فندم، النظافة تنزل شرق. تمام، خليه يخش. خش. يا حضرة الرائد، من فضلك يا فندم تأكد عليهم إن مش هقدر أعمل عملية زي دي هنا في العيادة. يا فندم عبد القادر فيه في رجله رصاص لازم يخرج. الرصاص عامل له تهتك في أوتار رجله، ودي حاجة مش سهلة. ده ممكن ما يعرفش يمشي على رجليه تاني لو حاجة حصلت غلط. ان شاء الله عنه ما مشي يا دكتور، ده مجرم وكان عايز يهرب. مش بالطريقة دي يا فندم، ما نعذبوش بالطريقة دي. 48 ساعة والمأمور هيحدد ميعاد نقله. مش هيستحمل يا فندم 48 ساعة، ده ممكن يجيله تسمم ويموت فيها. يبقى قدره ونصيبه يا دكتور. أنا مش هستنى قدر ونصيبه يا فندم، أنا هروح لسيادة المأمور بنفسي وأفهم منه فيه إيه. بعد إذنك يا فندم. بلغ ايمن بيه ان احنا مستعدين للزياره. تمام يا فندم. عرفت بقى ليه يا دكتور 48 ساعه اللي جايين مهمين بالنسبه لي؟ يا فندم عبد القادر مش هيقدر يستحمل كل ده. واللي قبله كان فرق معاك في حاجه؟ يا فندم اللي قبله ما ماتش تحت ايديا. تقصد ايه يا احمد؟ قصدي يا فندم ان مستحيل يسيبه يموت. لو مات يموت في 60 داهيه، ولو عاش هنقله انا المستشفى العام. شوف شغلك يا دكتور وانت ساكت، فهمت؟ تمام يا فندم.